السلام عليكم، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. يا احلى متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا. ايه رايكم بقى في طبق البرياني باللحمه او طبق الكبسه؟ جميل جدا زي ما انتم شايفين، واللحمه مستويه وجميله جدا، وكمان الرز مفلفل. هنعمله بتطعيمه حلوه قوي، بس تابع الفيديو للاخر. يلا بينا نشوف المقادير ايه وطريقه التحضير ايه. بس يا ريت بعد اذنكم لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك واشتركوا في القناه لو اول مره تشوفوها عشان اوصلكم كل جديد باذن الله. اول حاجه عندنا في الطريقه هنجيب بقى كميه اللحمه المتوفره عندنا، هنرش عليها رشه من الفلفل الاسود والملح. طبعا هتقول في ناس هترشيها ازاي بالملح، طبعا كده هتشد معانا ومش هتستوي بسرعه. انا هقول لكم على طريقه جميله جدا هتستوي معاكم في نص ساعه. زي ما انتم شايفين هنجيب بقى حله على النار او الوك، لازم يكون سخن جدا. هننزل عليه الماده الدهنيه وقطعه من الزبده بتديها تطعيمه حلوه قوي. هننزل بقى باللحمه، قطع اللحمه اللي احنا عملناها بالملح والفلفل. زي ما حضراتكم شايفين لازم تكون سخنه جامد، ده شرط اساسي، لازم تكون سخنه عشان ما اللحمه ما تنزلش ميتها وتنشف معانا. زي ما انتم شايفين شوحتها، قلبتها الناحية التانية. هننزل بقى بالتوابل الصحيحة، وليمون مجفف، قرفة، ورق لورا، حبهان قرنفل. هننزل بقى بصلتين مبشورين، هنقلبهم هتدبل بس. وننزل بقى بنص معلقة صغيرة كده من السكر عشان تتكرمل معانا زي ما حضراتكم شايفين اهو. هننزل بقى بفصين من الثوم المفرومين، وجزرية مبشورة، وطماطميتين مبشورين اهو. وبعد كده هننزل بقى بمعلقة من معجون الطماطم، معلقة من معجون الطماطم. كل الخضار ده بتدي تطعيمة حلوة للحمة. هننزل بقى بيدوبك بكوباية صغيرة كده من المية السخنة، أنا مش عايزاها أملاها كلها مية، أنا عايزة اللحمة تشرب من الصوص ده كله. زي ما حضراتكم شايفين لسه اللحمة ما استوتش. هجيب بقى التجربة اللي بقولكم عليها، جبت ورق الفويل وغطيت بيها الحلة. ما شاء الله بصوا، اللهم بارك، طالعة ما شاء الله دايبة، جميلة جدا. هنزل بقى بالمية طبعا على حسب كمية الرز اللي هنحطها. ننزل بالتوابل، ربع معلقة من القرفة، وبهارات لحمة، ورشة من الفلفل الأسود، وملح طبعا حسب الذوق. هننزل بقى بمعلقة من الكركم، ونص معلقة من الكركم، وكمان نص معلقة من الكاري. شايفين طبعا هطلع اللحمة هشيلها خالص. هنحط بقى كوبايتين من الرز البسمتي مغسول ومصفى من ميته. وبعد كده هرجع بقى اللحمة، هسيبها تغلي غلوة، وههدي عليها النار. بعد كده بعد ما تشرب ميتها زي ما انتم شايفين اهو، هنهدي عليها النار. جبت شويه فول سوداني وزبيب بس شوحتهم كده تشويحه، وزي ما انتم شايفين ما شاء الله الرز جميل جدا، وطلع اللحمه ما شاء الله جميله جدا، اللهم بارك. بجد الوصفه جميله جدا وشهيه. قدمت معاها طبعا سلطه طحينه وسلطه حمراء. يا رب تكون الوصفه عجبتكم. لو عجبكم بقى لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب، اهم حاجه دوسي على زر الكل عشان يوصلكم كل جديد باذن الله. واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.